غياب اللاعبين المحليين عن قائمة بيتكوفيتش أمين؟ الشان الأخير الشان محمد. أنا حسب المعلومات التي لدي الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تابع مباريات الشان باهتمام كبير، عل وعسى يجد بعض العصافير النادرة التي تستطيع أن تدعم صفوف المنتخب الوطني الجزائري في شهر سبتمبر، يعني هذا التربص. ولكن للأسف بعد نهاية الشان المدرب أبدى استياءه الشديد من مستوى لاعبي المنتخب الوطني الجزائري. لم يقتنع بأي لاعب. لم يقتنع، ماشي لم يقتنع محمد، نقدر نقول لك أنه خلاص ما تزيدش تهضر له على اللاعبين المحليين. محبط من المستوى الذي ظهر به لاعبو المنتخب الوطني الجزائري في هذا الشان. ما شافش هو، أنا نتكلم لك على المدرب، لم يرى أي لاعب صراحة يستطيع أن يدعم المنتخب الوطني الجزائري حاليا، المنتخب الأول، أو يستطيع أن يقدم الإضافة في ظل الأسماء الموجودة. يعني باش نبسطوا الكلام، ما شاف حتى لاعب عنده مستوى يقارب مستوى اللاعبين الموجودين في المنتخب. نعم، لماذا لم يستغل اللاعبون المحليون هذه الفرصة في الشان للفت انتباه المدرب بيتكوفيتش؟ أمين بن شبيل يقول لك المدرب محبط من أداء اللاعبين، لذلك لم نشاهد أي اسم في قائمته. هنا تولي اللاعب اللي بارد قلب اللي عنده الروح باش يحب يطلع المستوى ديالو. أنا ما تدي لاشان ما راحش يعيط لهم. انتم تشوفوا الجيري تليمينا وكارد دو فينال، ميم لو كان لعبنا فينال وربحنا مع المغرب ما تسبش حتى جوار يلعب تيتيلا في ليكيب ناسيونال تاعنا. لماذا؟ باسكو ما كاش الثقه الكامله للناخب ولا كيفاش راهي تمشي الاخر. وعلاش ميم لو كان رحنا الله فينال مع المغرب وربحنا ولا خسرنا، تسيب لاعبين شحال راح تسيب لاعبين راحوا يكونوا في المنتخب. انا ميم لو كان ديناها ما كاش. محمد اليوم الاشكال وين راه؟ تقول لي بطوله راهي ناقصه ولا ضعيفه ولا ما راهيش في المستوى، راني معاك. نعم، بصح الاشكال راهو في الفرق اللي ما كاش خدمه من الصغر وطلع باش تلحق واحد برودوي فيني ان سينيور يلعب لك مقابلات سينيور اكابر وما يقدرش يطلع في الريتم وينقص في الريتم، ما يقدرش يقسيليري 10 متر ولا 20 متر، ما يقدرش يعاود يولي يجري 10 متر باش يديفوندي، هو يونطريني كاع لا سومان ويفطر ويبات مليح ويخلص مليح. معناتها الاشكال راهي كيما نقول لك الفونكسيونمون، المنظومه كامله، المنظومه راهي فاشله. كيفاش فرق تاعنا نجبدوا غير زعما اليوم يلعبوا كوب دافريك، عندك لو ميور ريكروتمون راك تندار في الجيري 4 فرق 5 فرق يلعبوا كاس افريقيا، عندك لو ميور ريكروتمون ديالكم. تشوف مقابله محمد الريتم تاعها 2 الور 2 كيما نقول لك في الساعه، كيلومتر في الساعه، ما تقدرش تشوف ريتم طالع. سي نورمال الناخب الوطني واللي ما عندوش فكر باللي يدي لاعب من البطوله، باسكو انت تمد له السلاح راك تقول له باللي انايا ضعيف. ما تقدرش تديني سي فرصه. قاسي سعيد، ما كاين ولا لاعب محلي شارك في الشان يستحق الدعوه للمنتخب؟ ما كاش. الشان نتكلموا على الشان محمد. ما كناش راح نشاركوا في الشان، ما كناش راح نشاركوا. بعد شاركنا مجيد بوقرة تعامل خدا قرارات عاطفيه، يعني جاب اللاعبين اللي فاز بهم في كاس العرب، لاعبين اللي تشاركوا في الشان اللي جرات في الجزائر هنايا، لاعبين اللي كانوا شويه متقدمين في السن. قال نتكلم على الخبره ما جابت حتى شيء، ولا انا نامن بالامكانيات والشباب، ماشي الخبره ما تجيب لك حتى حاجه. كاش عنده الوقت ايضا باش ما كانش عنده الوقت. حنا تكلمنا في هذا البلاطو هذا لمين قلنا على الاقل المفروض المنتخب هذايا يكون لونتيشون تاع الفريق الوطني. قلنا على الاقل خذ لاعبين صغار تحت 19 سنه، على الاقل خدم بهم مستقبل، عندهم تجربه، خدم بهم المستقبل، وعندك كاس العرب توجدهم لكاس العرب. احنا دينا قرارات عاطفيه اللي شفنا الاداء الكارثي اللي كان موجود في كاس افريقيا. ونظن نتمنى المجيد ما راحش يعاود نفس المشكل هذا، يعاود يديها للاعبين، نفس اللاعبين يديهم كاس العرب، لان اليوم لما يكون اخفاق محمد المفروض كان اخفاق، نديروا نتلاقاو ونحكيو من بعد نشوف ولا نرضى نخليك تكمل ولا تتقدم. خروج في ربع النهائي امام السودان اخفاق بالطبع محمد. السودان ما عندهمش بطوله محمد. لعبوا الموسم الماضي لعبوا الانديه الكبرى 2 ناديين على ما اعتقد، الهلال والمريخ لعبوا في بطوله اخرى في لكن انت منذ قليل قلت بانه ماجد بوقرة ما كانش عنده الوقت باش يحضر. لا باش ما نلوموش ماجد بوقرة محمد، بصح انت
على الاقل كي تكون عندي انا بطوله محترمه كي نقارنوا واش راه يصرف في البطوله مقابل واش عندنا لاعبين في البطوله. ما تقنعنيش انا بلي ماذا يصرف في البطوله الان؟ اسمعني ثقافه الاجور. اسمعني دوك نعطيك معلومه ربما ستندهش محمد. كي تسمع المبالغ التي تصرف في الانديه كل موسم، نعم، تقول باللي القناعه تاعي انايا كشخص عادي متابع لكره القدم، نقول باللي انا اي 11 نروح نجيبهم البطوله الوطنيه نربح المنتخب المحلي تاع السودان محمد. مستحيل يربحوني منتخب محلي تاع السودان، مع الاحترام للكره السودانيه لانها فازت علينا وراي احسن منا محمد. لكن ضربت الحظ. لا كاش ضربت الحظ محمد. كاين فرق تحضر وفرق تخطط وفرق لا تخطط ولا الحرب. واش خطط؟ احنا عندنا شهرين احنا احسن منا، على الاقل داروا حل عمرهم محمد، رفدوا احسن ناديين في السودان اللي منهم يدوا للمنتخب الاول، صوبوهم لعبوهم في بطوله اخرى وجوزوا امورهم ولحقوا للدور ربع النهائي تاع. المشكل ما راهوش غير في اللاعبين محمد. لا اللاعبين ما نلوموهمش. نعاود نرجع لك. سامحني. نعاود نرجع لك. نحاول ما خلونيش نكمل. نعاود نرجع لك. قلت لي خليه يكمل. قلت لي حتى لعب ما قنع المدرب بيتكوفيتش. نعم. انا نوافقك محمد. نتكلموا شويه. شوف البارح يا شكل المقابله اكبر ديربي تاع الجزائر. ضيعت ساعتين من حياتي كي شفت هذيك المقابله. لما تشوف محمد ده فريق اللي فاز بكاس الجمهوريه المدرب تاعو مشى حوزوه، فريق اللي فاز بالبطوله المدرب حوزوه، واش تستنى محمد؟ واش تستنى؟ انا عمري ما شفت فريق يفوز بالبطوله ويحوزوا المدرب تاعو. اليوم تحب محمد مانيش نهضر هكذاك ما عندناش بطوله، اللاعبين تاعنا المحليين محدودين. هذا راجع ربما العمل اللي يقوموا به طيله الاسبوع او الشهر. ماشي راجع لهذا السبب. باش ما شوف لازم نروحوا نبداو دائما من لاباس كيما قال لك فوزي، ما نغطوش الشمس بالغربال. التكوين ما تقدرش ما نلومش اللاعبين، انا اللاعب ما كونتوش. عندنا لاعبين كبار. نعطيك انايا مثلا مزيان انسرتا مزيان لو كان تكون بطريقه صحيحه، لاعب مهاري اقسم بالله غير تشوف ظاهره كرويه. وعندنا بزاف كيما مزيان وعندنا احسن من مزيان في البطوله الوطنيه. نعطيك معلومه ستدهشك. ما هي؟ نعطيك معلومه وقت التسقيف محمد. شوف كاين لاعب انتقال صفقه قام بها نادي جزائري هذا العام هذا الصيف. لاعب سينال على اثرها 22 مليار سنتيم في العام. 22 مليار سنتيم نعم في العام. 22 مليار 22 مليار سنتيم، يعني ربما نصف ميزانيه الفريق كلها راح ياخذها. نصف ميزانيه الفريق. من بعد في اخر المطاف ما عندكش. هذه الصفقه هذا الموسم. لاعب انتقل من فريق جزائري الى فريق جزائري اخر مقابل 22 مليار سنتيم في العام. بصحته اللاعب محمد هذه خبزته، ولكن هنا نطرح تساؤلات. ما كانش انتقالات كبيره يعني 22 مليار. نخمن في اسم. خليني نكمل لك. بعد انا محمد هنا تعمقت شويه في المساله، بحثت شويه في المساله، استعلمت من مصادر في الفاف في الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، اعطتني معلومه اخرى محمد اللي هي الفاف قدمت مشروع للانديه الجزائريه. هذا المشروع فيه ملعبين ومركز تكوين بالامور تاعو، المطعم وفندق، فيه 44 سرير، 40 ولا 44 سرير. هذا كاع شحال يسقى محمد؟ 19 مليار. يبقاو لك 3 ملاير من 22 مليار هذوك. انت تعطيهم اللاعب باش يلعب موسم وربما ويقدر هنا يولي حرام علينا محمد، هنا يولي حرام علينا ان ناتي الى هذا الاستوديو ونتساءل لماذا لا يوجد صفقه تحت الطاوله 22 مليار. ليش محمد؟ لانه الفاف سقفت ولا كاين كاش حاجه تسير فوق. سامحني فوزي كان لاعب في البطوله. اسمعني كاين كاش يدخلوا اذا كاين صفقه في كره القدم الجزائريه تتم فوق الطاوله محمد. كان ولا امر يتم فوق الطاوله مع احترامي